معكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء الياس. وشهيوة اليوم كما كتشوفوا هي عباره على حلوه، طبقات كيك طبقات، كتجي جد رائعه. درتها بمناسبه حلول العام الجديد، سنه امازيغيه جديده ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه يا رب بكل ما هو خير. نخليكم مع طريقة التحضير ومع المقادير وفرجة ممتعة. دابا ندوزو نتعرفو على المقادير اللي غنحتاجو. الطبقة الأولى اللي هي الكيك ديالنا. عندي هنايا واحد دانون عادي مسوس، عندي بيضة وحدة، عندي هنا 6 المعالق ديال هذا ديال السكر سنيدة، عندي 6 المعالق ديال الزيت، 2 ساشيات ديال الكاكاو، وواحد هادي ساشيه خماره ديال الحلوى، والدقيق بطبيعه الحال، وقبيصه الملحه كيف ديما. بسم الله نبداو. اول حاجه هي كنديروا البيضه ديالنا. بسم الله، كنطربوها مزيان مع السكر. نزيدو قبيصه ديال الملحه. بسم الله. هنا عندي 6 المعالق السكر، طربت البيض ديالي مع السكر سنيده. دابا غنزيد 6 المعالق ديال الزيت. بسم الله. بغينا نديرو طبقه ديال الكيك تكون غير رقيقه، ما تكونش عاليه. دابا غنزيد دانون. بسم الله، ونخلط مزيان. دابا غنزيد الكاكاو. بسم الله. عندي 2 ساشيات، تقدروا ديروا ديال العبار اللي عندكم. خلطت مزيان الكاكاو ديالي. دروك غنزيد الدقيق، عندي تقريبا 6 المعالق. بسم الله. منزيدوهمش كاملين دقه واحده، ضروري عندنا ميزاننا، راكو عارفين كاين دقيق تيشرب وما بيناش تكون ثقيله وما تكونش خفيفه. نزيد 2 اخرين. بسم الله، ونخلط مزيان. صافي غنكتفي بواحد 4 المعالق ديال الدقيق هما اللي زدت. دابا غنزيد الساشيه ديال الخماره، الفران راني شعلتلو من الفوق ومن التحت 180 درجه. علاش من الفوق ومن التحت؟ ما باش الكيك ديالي يتنفخ ويخمر، اسهل كيكيه هادي. صافي دابا نخلط مزيان وندير الخليط ديالي الكيك في المول ونديرو يطيب. المول ديالي دهنتو بالزبده ودرت عليه شويه ديال الدقيق. دايره هاد المول اللي كيتحل من الجناب. صافي غنخوي الخليط ديالي. بسم الله، ونصلحو مزيان في المول. وهنا الكيكه ديالي راها طابت، وجدت هنايا كاس فيه معلقه ديال النسكافيه مع معلقه ديال السكر وزدتها الماء، هي باش غنسقي الكيكه ديالي. مي اول حاجه غنديرها هي نمسح هاد الجناب من داك الدقيق اللي درنا باش ما تلصقش لينا الكيكه. بسم الله. صافي غنسقيها. انا درت القياس اللي بغيت. تقدروا الا ما بغيتوش هكا القهوه تقدروا ديروا يسيروا عادي ديال السكر والماء، ولا ديروا الحليب، المهم على حسب الاختيار.
دابا نخليو الكيكه ديالنا على جنب ترتاح وتبرد على خاطرها، وندوزو نقادو الطبقه الثانيه. او دابا ندوزو نتعرفوا على المقادير اللي غنحتاجو في الطبقه الثانيه. عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، عندي فلون بنكهه الكراميل، هنا عندي هاد البيمو تقريبا واحد 16 ولا 12 قطعه. اول حاجه غنديروها هي غنديرو هاد الفلون ديالنا يطيب. بسم الله. نجيبو كاسرون، جبت الكاسرونه ديالي. اول حاجه غنديرها هي غندير الفلون. انا عندي هاد الفلون فيه ديجا السكر، الا استعملتو داك الفلون الصغيور ديال الدرهم زيدو 2 معالق ديال السكر. غنزيد الحليب. بسم الله. وغنديرو يغلى، يجيب الغليه، يطبخ فوق البوطون. ان شاء الله نرجع معكم. هنا من بعد ما اغلى الفلون ديالي، دابا غنزيد القطع ديال البسكوي اللي عندي. هاد البسكوي غرضنا به كيعطي مذاق زوين وفي نفس الوقت يخلي هاد الفلون يجي عاقد. تقريبا كي قلت لكم انا عندي هنا 18 حبه، على حسب شنو بغيتو، زعما هذا الكثافه ولا القوام اللي بغيتو. هذا الطبقه ديالكم تكون بغيتوها تكون عاقده ديروا بيمو كتير، بغيتوها تكون خفيفه، المهم على حسب كل واحد والذوق ديالو. دابا غنطحن هذا الخليط مزيان. هنا البنات زدت داك بيمو ولا داك الباكيه الاخرى ديال البيمو، يعني دابا درت 3 باكيات ديال البسكوي وطحنته مزيان. هذا هو القوام اللي كنتحصل عليه. دابا غنجيب الكيكه ديالي. بسم الله. هذه هي الكيكه ديالي. بسم الله. غنخوي فوق منها الخليط. بسم الله. كيكون ثقيل كي قلت لكم تزيدوا بيمو تحصلوا على الكثافه اللي بغيتو. هذه هي الكيكه ديالي. بسم الله. غنخوي فوق منها الخليط. بسم الله. كيكون ثقيل كي قلت لكم تزيدوا بيمو تحصلوا على الكثافه اللي بغيتو. خليت الكريمه ديالي حتى بردات، وكاضافه اختياريه تقدروا ديروها ولا ما بغيتوش ما ديروهاش، ما هي كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الكيك. جبت هي البيمو اوريو فرشتو هكا زدتو من الفوق. دابا قديت كلاصاج. صراحه الطريقه ما صورتهاش حيت ديجا كنت شاركته معكم في هذه الوصفه. ان شاء الله نحط لكم الفيديو ديال الطريقه مع هاد الكيك. بسم الله. غنحاول نوزعو على الوجه ديال الكيكه ديالي كاملها، سمحوا لي، ونوزعوه بسرعه حيت دغيا كيجمد. صافي هكا تنكون ساليت الكيك ديالي. دابا غندخلها الثلاجه، نغطيها ندخلها الثلاجه تقريبا واحد ساعه المكان ولا ساعتين باش تبرد مزيان. ومن بعد نزينوها. تقدروا تخليوها غير هكا تيجي ديكورها زويون، ولا تزينوها كيف ما غندير انا ان شاء الله. المهم نخليوها دابا تبرد ونعاودو نتلاقاو.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. زينتها بطريقه جد بسيطه كما كتشوفوا، وزينتها على حسب المناسبه علاش درتها، اللي هو راس السنه الامازيغيه. سنه امازيغيه سعيده على جميع الامازيغ، جميع الشلوح فيما كانوا. كنقول لكم اسكاس امباركي اللي يدخل عليكم السنة الجديدة إن شاء الله بكل مسرات وبكل ما كتمناو في حياتكم. وإن شاء الله نتمنى شهيوة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وشكرا بزاف وبالصحة والراحة.